أكتر من 200 ست بيهجموا على محكمة في الهند، وفي أقل من ربع ساعة بيحطوا نهاية لقصة مجرم مغتصب كان بيرعب الهند لأكتر من 13 سنة. جرايمه كانت كتير وعنيفة ومرعبة، ونهايته كانت غريبة شوية. أكو ياداف اتولد في أوائل السبعينات في مدينة نيجابور في الهند. المدينة دي كانت مشهورة بالجرايم والعصابات، والحي اللي هو كان عايش فيه كان مليان قصص. بس قصة أكو كانت الأسوأ. كبر وتربى في الشارع وسط العصابات دي. من وهو لسه ما كملش 10 سنين كان بيسرق العيال الصغيرة والمحلات، بس سجله الإجرامي الحقيقي بدأ في أوائل التسعينات لما انضم لواحدة من العصابات اللي كانت موجودة في المدينة بتاعته. العصابة دي كانت نشاطاتها بتشمل السرقة وغزو البيوت والخطف والاغتصاب والقتل. هو كان فاضل إيه تاني؟ وبدأ يتدرج في كاريره الإجرامي من مجرد حرامي بسيط بيسرق شوية فلوس لوحش بيرعب الكل، وسنة ورا التانية بنى لنفسه إمبراطورية كان بيحكمها بمزاجه، ولا حد كان بيقدر يقوله لأ، ولا حد كان قادر يوقفه. سنة 91 عمل أول جريمة كبيرة بعد دخوله العصابة، وهي جريمة اغتصاب جماعي البنت في الحي. ومن بعدها ولمدة 13 سنة اغتصب أكتر من 40 ست وبنت، من ضمنهم طفلة كان عندها 10 سنين، وقتل منهم بإيده على الأقل 3. حتى طريقته في القتل كانت عنيفة وبشعة. واحدة من ضحاياه قتلها وقطعها قدام بنتها وقدام الجيران. كانت طريقته إنه متعود يدخل البيوت بالليل، يخطف ويعذب ويسرق، ولو قابل أي اعتراض أو مقاومة أكيد انتم متخيلين رد فعله كان بيبقى عامل إزاي. واحدة من ضحاياه كانت شابة اسمها كالما، اغتصبها بعد ما ولدت ب10 أيام، ما استحملتش، انتحرت، حرقت نفسها وماتت. كان متعود يختار ضحاياه دايما من الأقليات، وخصوصا طبقة الدلت، وده لأنها كانت طبقة ضعيفة محدش بيسمع صوتهم ولا كان ليهم أي حقوق. كان بيحرم على الناس إن هم يتجمعوا، وبيمنع إن أي حد يجيب سيرته أو يتكلم عنه، والشرطة كانت حرفيا في جيبه. أكو فهم إن في مكان فقير ومليان جرايم زي اللي هو عايش فيه كل حاجة وليها تمن. كان بيبتز الأهالي وأصحاب المحلات، وبجزء من الفلوس دي كان بيقدم رشاوي للشرطة. ده وصلت بيه البجاحة إنه كان بيعمل حفلات بيعزم فيها الضباط اللي هو شاريهم ويشربهم ويوزع عليهم مخدرات، فكانوا طبعا بيغمضوا عينيهم. ولو في مرة واحدة ست من ضحاياه راحت بلغت، تخيلوا كانوا بيقولوا لها إيه؟ كانوا بيقولوا لها لبسك هو السبب. وفي مرة واحدة صممت إنها تقدم بلاغ، فظابط من اللي كانوا شغالين معاه اغتصبها وطردها من الاسم. في مسلسل انديان بريديتور اللي أنتجته شركة نتفليكس، ضحايا كتير حكوا ازاي رغم بشاعة جرايمه كان في كل مرة بيقدر يفلت. لسنين العدالة فشلت انها تقف قصاده، اتقبض عليه 14 مرة، وفي كل مرة كان بيخرج يا إما بكفالة يا إما رشوة كانت بتخلص الموضوع. سنة 99 اتحبس فعلا سنة تحت قانون الوقاية، بس بعدها رجع أقوى وأخطر، ولمدة 5 سنين جرايمه كانت بتزيد، والناس بتوعه في الشرطة كانوا بيحذروه لو في أي بلاغ. البلد كلها كانت بتعاني، أصحاب المحلات قفلوا، والأهالي حبسوا بناتهم في البيوت، لحد ما أوشا ناريان ست شجاعة كانت ساكنة في نفس الحي وقفت قصاده وقالت كفاية. كان عندها محل مع جوزها وكان متعود دايما يهددهم ويبتزهم. لما بلغت عنه الشرطة حذرته، فراح هو ورجالته وحاصروا بيتها، بس هي ما خافتش. طلعت قدام البيت ومسكت في ايدها شعلة نار، وفي الإيد التانية بدأت تفتح أنبوبة الغاز، وهددت إنها تفجر المكان كله. رجالته خافوا وجريوا وسابوه. الجيران سمعوا وتشجعوا وبدأوا ينزلوا في الشوارع. وفي 6 أغسطس 2004 الناس اتجمعوا وهجموا على بيت أكو وحرقوه. أكو خاف على نفسه ولجأ للشرطة عشان يحموه، وتاني يوم بالفعل الشرطة تحفظوا عليه. ما تفهمش بقى هل كانوا قبضوا عليه فعلا ولا كانوا بيحاولوا يحموه، وتحدد له ميعاد جلسة بعدها بأسبوع. بس ستات الحي كان ليهم رأي تاني. وفي 13 أغسطس أكو كان في المحكمة، بس الحقيقة هي ما كانتش جلسة نطق بالحكم، هي كانت مجرد جلسة طلب كفالة. وانتشر الخبر انه ممكن يطلع منها زي ما طلع من كل القضايا اللي قبل كده. فاتجمع حوالي 200 ست من الحي مجهزين سكاكين المطبخ وحجارة وبخاخات فلفل اسود وعصيان، وهجموا على المحكمة. وجوه جلسة المحكمة نفسها لما أكو وصل القفص شاف واحدة من ضحاياه، بصلها وضحك باستهزاء وقال لها هرجع لك تاني. الست ما قدرتش تمسك نفسها وقامت وضربته بالجزمة. طبعا الجلسة اتقلبت وبدأ يبقى فيه زعيق وخناق. جيش الستات اللي بره اقتحم المحكمة، والشرطة ما قدرتش انها توقفهم،
منهم اللي اتسمر في مكانه ومنهم اللي ساب المكان وجري وخاف على حياته، لحد ما وصلوا لأكو. اتضرب واتطعن أكتر من 70 مرة، منهم واحدة حرفيا فصلت سلاح الجريمة اللي كان متعود يستخدمه، وخلص في أقل من 15 دقيقة. في التحقيقات بعد كده الشرطة كنوع من أنواع إن هم يستردوا هيبتهم قالوا إن 4 رجالة هم اللي نفذوا عملية قتل أكو، وإن الستات بس غطوا عليهم. بس الستات اتجمعوا ووقفوا وقالوا إحنا اللي عملناها. في مسلسل انديان بريديتور ضحايا كتير حكوا إزاي كل واحدة فيهم كانت بتطعنه طعنة عشان يتحاسب على اللي عمله، ومات وهو عنده 32 سنة. الستات بعدها رجعوا الحي يحتفلوا ويرقصوا، دول حتى علقوا زينة ووزعوا أكل. الشرطة كرد فعل قبضوا على أوشا و4 ستات تانيين واتهموهم بقتل أكو، بس خرجوهم بعد مظاهرات كتير وطلعوا براءة، لأن مفيش ولا واحد شهد ضدهم بإن هم فعلا اللي نفذوا عملية القتل. القاضي نفسه قال إن الستات خدوا حقهم بإيديهم بعد ما الشرطة خذلتهم. وبس كده، دي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.